ندخل بقى على التراكيوستومي. ده بيكون حصل شق في التراكية وادخال تراكيوستومي تيوب انبوب فيها. الغرض بتاعها ايه؟ ان احنا نعمل مجرى هوائي مباشر لدعم التنفس على المدى الطويل. طيب مكانها فين بقى؟ بيكون اسفل الكيركويد كارتليج، اسفل الغضروف الحلقي، وعند النك جاست ابوف الاسترنم، فوق الصدر في الرقبه. طيب امتى بحتاج بقى التراكيوستومي ديت؟ لو محتاج لونج تيرم فنتيليشن، دعم تنفسي طويل المدى، او في مرضى الاي سي يو اللي بيحتاجوا ميكانيكال فنتيليتور طويل الامد، او ممكن نستخدمه في حالات الكرونيك اير واي اوبستراكشن اللي هو انسداد مزمن لمجرى الهواء، او حالات زي صعوبه التنفس المزمن، او اي حاله محتاجه تصريف افرازات من الرئه اللي هو سكريشن كليرنس. طيب المده بتاعت التراكيوستومي ممكن يفضل قد ايه؟ هو بيكون لونج تيرم، ممكن يفضل اسابيع او شهور، واحيانا بيكون دائم كمان، ولكن ممكن ان احنا نستبدله او نزيله حسب حاجه المريض.